صباح الخير. النهارده جايبه لكم وصفه من الاخر. الناس اللي بتحب القرمشه، البفتيك المقرمش، البانيه المقرمش، الزنجر المقرمش، الحاجات، الناس اللي بتستمتع بصوت القرمشه. انا النهارده اعمل لكم حاجه من الاخر. دايما بناكل البانيه وبنعمله بالشكل ده اللي هو الفراخ، بنجيب الفراخ وبنفرمها الشكل المعتاد اللي احنا بنعمله. انا قلت بقى هعملها باللحمه. جبت نص كيلو لحمه زي ما انتم شايفين، نص كيلو لحمة وفي نسبة دهون برضو، وحطيت عليهم فنجان من الفيجيتار، ده فنجان كامل من الفيجيتار، وبيضة، وحطيت بصلاية متوسطة عصرة المية بتاعتها تماما، يعني مش فيها اي مية. تمام. ده كمان كيس من مرقة اللحم. الفيجيتار ممكن تشتريه من السوبر ماركت وممكن تشتريه من العطار عادي، ما فيهاش اي مشكلة. وعلى فكرة الفيجيتار ده فيه التوابل بتاعته كلها، وكمان انا حطيت مرقة اللحمة فكل التوابل موجودة، انا ما حطيتش اي حاجة خالص. هفضل اعجن فيها كده لمدة 10 دقايق عشان تبقى متماسكة وكل المكونات دي تدخل جوه بعض زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اعجنها هسيبها ترتاح شوية زي ما بنعمل في الكفتة، نسيبها ترتاح. هنجيب كيس من بتوع التلاجة او كيس عندك من اللي هو بيفتحوا بيقفلوا دول، اي حاجة اللي موجودة عندك. حطي اللحمة كلها جوه الكيس وافرديها واعمليها مستطيل متساوي، اعمليها بايدك، اعمليها بالنشابة، اعمليها باي حاجة، المهم انها تكون كلها سمك واحد وفي مستوى واحد. وهناخد الكيس ده وندخله الفريزر يقعد نص ساعة. طبعا انا قعدت 10 دقايق بس عشان اخلص الوصفة. همسك الكيس ده واجيب المقص وافتحه عشان يبقى سهل عليا ان انا اقطع وحدات البفتيك، اللحمة زي ما انت عايز. على فكرة ممكن نعمل ده بفتيك بالبقسماط، بالبيض والبقسماط عادي. انا النهاردة مش هعمله بالبيض والبقسماط، انا هعمله بالمية وبالخلطة بتاعة الكريسبي بتاعة البانيه اللي احنا بنشتريه جاهز. قطعتها مربعات زي ما انتم شايفين كده. بس خليكي حريصة انتي يعني جمديها الاول، مش تجمديها يعني تبقى ماسكة روحها. وممكن تقطعي المربعات دي تعمليها بالمقص، المقص بتاع المطبخ. باخد القطعة وبسقطها في المية وبطلعها على الدقيق، تاخد من الجنبين دقيق زي ما انا بعمل كده، وارجعها في المية تاني. بحطها في المية تاني ليه بقى؟ عشان اقدر احطها في الطبقة الكريسبي دي عشان تقدر تمسك بشكل كويس. طبعا تضغطي عليها جامد. طبعا انا كنت بعمل بالسباتيولا عشان يعني ايديا والتصوير والكاميرا والحاجات دي كلها، بس انتي طبعا خدي راحتك. هخلص الكمية كلها واخدها واحطها في الفريزر نص ساعة. لازم هنا بقى تبقى متماسكة، يعني ما ينفعش اقليها وهي طرية. جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها زيت يكون غزير شوية، سخنته كويس قوي وبعد كده هديت النار خالص. وما بتاخدش وقت على فكرة، وتقلبيها على الجنبين زي ما انت شايفة طلع لونها ذهبي ومقرمشة تحفة، بجد تحفة. جربيها مش هتندمي. وكمان الأطفال والكبار كمان هيحبوها، دي تنفع في السندوتشات، وممكن نعملها كمان زي سندوتشات الشاورما كده يعني. ده صوت الكريسبي كده. الوصفة بتاعتنا خلصت، أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.